بيقول لِك ما لأ، نحطش البنزين جنب النار؟ بنزين جنب النار ده يا ما هو ده جماعة البنزين والنار الكلام ده بالضبط هو يعني كلام الناس اللي يقول لك إيه، خلّي بالِك ما لأ تاخديش الموضوع على سِت بس، يعني أنا بالنسبة لي أنا أو على كسالي راجل، لأ، لو أنا في راجل النهارده جيت إن هو اتقدّم لي لأ. وقال لي إن هو على علاقة بWith X ما كانش في عيال كمان، بالنسبة لي أصل هو أنا مش مالك؟ باقول لك رايح جاي يوصّلني ويجيبني ويعمل لي، إنما لو في الشخص ده لو راح المستشفى أوكي، ما مثلًا عنديش مشكلة. في شغل بنعمله، في حاجات بنعملها، تمام ما نديرها، ما هو ده ممكن يكون في لأ ماشي لو في business business مشترك، مشترك أوكي برضه، لو بس مش العِشرة اللي هو ها إيه لأ يا الأخبار ده أنا مش باتكلّم عليه، أنا ما ده اللي باتكلّم أنا على نمط ناس فعلًا خروجهم من حياة بعض يبقى يعني أصلًا العلاقة كانت لو في مبنية شركة أو في شغل ده مش هينفع إن إحنا وكانت مبنية نشيله، من قبل كده على عِشرة أوكي وصداقة تمام، قديمة بس مش وروابط هنسأل على بعض كل يوم لأ، ونعايد ما هي على مش كل بعض يوم، ما هو ده اللي باقوله لِك من الأول، مش هنبقى أوكي، قاعدين كل يوم، إنما ممكن مثلًا في يوم حاجة عزومة عائلية كذا، والدته في ظرف، والده في ظرف، أيوه يا كده جماعة الناس تمام بتُقف اتفقنا. جنب بعض، لإنِّك لو أنتِ بصفة عامة ما لكيش في خير في أي إنسان أو أنت ما لكش خير في أي إنسان كلت معاه لقمة عيش وملح، أيًا كانت صفة لقمة العيش والملح دي، فلأ، عمرك خلاص ما هيبقى لك كده خير في حد، كده أوكي، فاهمة كده الفكرة؟ ما دام مش كل إنما يوم مش في أوكي، المطلق ومن حق الراجل برضه إنه يقول للست إنه مش ده تعرفيه وده ما تعرفيهوش الحمد لله. بالمناسبة.